تعالوا بقى نجرب لحد دلوقتي الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الفيديوهات اللي فاتت في الكورس، وهنطبق كده حاجة عملية علشان تبقى برضو شغال وبتطبق معايا في الفوتوشوب بإيدك. فهنستخدم الأدوات اللي احنا خدناها في الفيديوهات اللي قبل كده في الدرس ده. فسريعا كده تعالوا نجيب مثلا أداة الكويك سيلكشن. هبدأ أحدد كده على السما وهدوس من الكيبورد ديليت علشان أمسح السما بتاعتي وأضيف لها سما جديدة. هاجي مثلا لصورة زي دي، أبدأ برضو أحدد كده سريعا على السما، وممكن ندوس كنترول ونسحبها أو ممكن نجيبها بأداة الموف تول. أبدأ أسحبها كده على الصورة اللي عندي، هلاقيها اخدت شكل الصورة كلها. فطبعا احنا عايزين السما دي تبقى ورا اللاير بتاع الصورة، فهاجي على قائمة اللاير هنا وهنزل اللاير ده لتحت وهدوس كنترول تي من الكيبورد وهدوس شيفت، وطبعا هبدأ اصغر السما لحد لما تبقى بالشكل الجميل اللي عندي ده، وهدوس انتر. بقت بالشكل ده. قدرنا نحذف السما اللي في الصورة ونركب سما جديدة. تعالوا بقى نضيف حاجة، والاصعب شوية اننا نضيف شخص للصورة عندنا. فانا اخترت مثلا صورة الشخص ده، هبدأ اجيب برضو أداة الكويك سيلكشن. ممكن بقى تحددها من هنا او ممكن تحددها من قائمة سيلكت كاملة. لو وقفت على قائمة سيلكت بيقول لك انت عايز نحدد لك ايه هنا، عايز نحدد لك لون معين ولا حدد لك مثلا الشخص اللي في الصوره ولا السما. فانا اقول له لا، حدد لي الشخص اللي في الصوره. هيبدا يحمل معانا كده وهتلاقيه حدد لك الشخص لوحده. انا ما عملتش اي حاجه، هو حدد لي الشخص لوحده. فانا كل اللي عليا برضه هدوس كنترول وهبدا اسحب الشخص اللي عندي ده على الصوره بتاعتي. هبدا اطلعه فوق اللايرات كلها كده علشان عايزه يبقى راكب فوق الصوره. هدوس كنترول تي وهبدا اظبط ابعاد الشخص بتاعي. انا شايف ان التول ده مناسب. طبعا الشخص لو حطيته هنا كده هتبقى زاويته حسسها فيك وكبير، ولو حطيته عندك هنا فهتلاقيه بقى صغير. فاحنا هنوسطنه مثلا، هنخليه في نص الصوره هنا كده مثلا، وهدوس على علامه الصح دي كده. الشخص اتضاف، بس هو كده باين برضو انه فيك. ليه؟ لانه مفيش ظل ولا حاجه بتبين على كده. فهرجع للصوره بتاعتي تاني وهدوس كنترول دي علشان اشيل التحديد بتاعي. ابدا احدد كده على طول على الظل بتاعي علشان ناخده ونبدا نضيفه على الصوره بتاعتنا اللي هناك. هدوس كنترول وابدا اسحبه على الصوره بتاعتنا كده، وهدوس كنترول تي واظبطه على نفس ابعاد الشخص كده بقى تمام. هدوس انت. هنزل بقى الظل ده تحت الشخص علشان يبقى تحت الكوتش بتاعه كده، واغير المود بتاع الظل ده اخليه مثلا مالتي بلاي علشان يبقى يعتبر اسود بس، وهخفف الشفافيه بتاعته شويه كده. وممكن نعمل حاجه تانية بسيطه، اجيب اداه الاستيكه وهبدا اوطي الشفافيه بتاعتها زي ما شرحناها في الدروس اللي قبل كده، واكبرها من حرف الدال. يا دوب همسح كده في الحتت دي علشان يبان ان الظل ممسوح من بعيد كده. ركبنا سما وركبنا شخص بالظل بتاعه. تعالوا بقى نبدا نعالج الصوره. انا حاسس ان الصوره الوانها فاتحه جدا، فهروح طبعا على قائمه البرايتنس. ممكن تعملها اوتو او ممكن تظبطها بايدك. فلو انت لسه في الاول في البدايه فانت ممكن تدوس اوتو هنا وهو بيبدا يظبط لك الالوان اوتوماتيك. فانا شايفها عاليه قوي كده الاضاءه، فهبدا اوطيها شويه، والحده بتاعه الصوره هبدا اعليها شويه. ارجع على قائمه الادجستمنت تاني، ممكن اختار الليفلز والمره دي اخليها اوتو. هو بدا يظبط لي الوان الصوره كلها مع بعضها. هرجع تاني على قائمه الادجستمنت. فانت مش هتحتاجهم كلهم في الصوره، انت ممكن تحتاج حاجات معينه. يعني الكالر بالانس انا لازم احتاجه في الصوره دي علشان اظبط الوان الصوره كلها. ابدا اسحب الازرق شويه كده عندي، وهنا مفيش اخضر في الصوره فممكن اسحب شويه كده للسالب. عندي الازرق هو اللي جامد في الصوره. ارجع تاني على قائمه الادجستمنت واختار فوتو فلتر. ده قلت لكم بيعمل فلتر كده للصوره كلها. فهبدا انزل كده بالماوس لحد لما اختار حاجه معينه، وليكن انا عجبني الدي بي ال ده. ممكن طبعا تعليه قوي هنا او ممكن تخليه زي ما هو زي لما كان مثلا، وليكن انا اخليه 30% بس. فانا حاولت اختصر لك سريعا كده بعض الادوات اللي شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت. قدرنا نركب سما في الصوره ونركب شخص، ودي حاجه صعبه في البدايه، وكمان ناخد الظل بتاعه. هنكمل باقي شرح الادوات في الفيديوهات الجايه.